مساء الأكشن يا أبطال. يلا بينا تبدأ القصة النهاردة في مدينة نيس بفرنسا، وبنتعرف على فرانك اللي بيكون ضابط سابق في العمليات الخاصة، ودلوقتي بيشتغل لحساب نفسه كناقل محترف. بيقدر ينقل أي حاجة مهما كانت خطورتها، وعشان كده فرانك بيبقى منظم جدا وحاطط لنفسه قواعد مستحيل يكسرها. وبنشوف فرانك بيوصل قدام البنك في الوقت المتفق عليه، وساعتها بتخرج عصابة من 4 أفراد ومعاهم المسروقات. لكن فرانك بيرفض يتحرك، وبيقول لهم القاعدة الأولى إن مفيش تغيير في الاتفاق، وإن هم 4 مش 3 زي ما اتفقنا، وبالتالي مش هيقدر يوصل بنفس كمية البنزين. فبيقول له زعيم العصابة يقف قدام أي محطة بنزين، لكن فرانك بيعرفه إن ده هيخليهم معرضين للقبض عليهم، وساعتها بيهددوا بالقتل لو ما اتحركش. بس فرانك بيعرفه إن محدش هيقدر يسوق لأنه هو الوحيد اللي معاه كود التشغيل، وبيبقى الزعيم هيتجنن وبيضطر يقتل واحد من رجالته عشان يبقوا 3 زي الاتفاق. ووقتها بيغير فرانك بالزرار لوحة الأرقام وبيطلع بالعربية أول ما الشرطة بتوصل، وبيسوق فرانك بأقصى سرعة رغم الشوارع الضيقة في المدينة، وبيبان إنه محترف جدا في السواقة وعارف كل الطرق وكل خطوة حاسب حسابها. وبعدها بيوصل للطريق السريع، وبيقدر ساعتها بذكاء إنه يعطل عربيات الشرطة اللي وراه، وبتبقى العصابة فرحانة فيهم. لكن واحد من الضباط مش بيستسلم، وبيفضل يطارد فرانك على الطريق السريع بأقصى سرعة ممكنة. وفي نفس الوقت فرانك بيحافظ على هدوءه عشان يختار اللحظة المناسبة، وفعلا بيقدر في الآخر إنه يعطله هو كمان. بس وقتها بتظهر عربيات شرطة تانية، وبيحاول يهرب منهم لغاية ما بيوصل لمكان مقفول فوق الكوبري، وساعتها بيبقى المخرج صعب. لكن فرانك بيلاحظ عربية نقل كبيرة بتنقل عربيات، فبياخد أكبر قرار مجنون وبيطير بالعربية من فوق الكوبري، وبينزل بعدها على سطح عربية النقل. وبرضه بتفضل عربيات الشرطة وراه، فبياخد فرانك المسدس وبيضرب الحاجز الأخير، وبتنزل العربيات عشان تخبط في عربيات الشرطة. وبعدها بينزل فرانك هو كمان وبيجري بالعربية عشان يفلت منهم لغاية ما بيوصل لمحطة قطارات الشحن، وبيسبقهم كلهم عشان يعدي من القطر وهو بيتحرك. وساعتها عربيات الشرطة بتقف قدام القطر وبيقدر يهرب منهم. وبيوصل بعدها فرانك للمكان المتفق عليه، ولما بياخد المبلغ بيلاقي فلوس زيادة، وبيطلب منه الزعيم يوصله المكان تاني، فبيرفض فرانك لأنه مش بيغير الاتفاق، وبيديله الفلوس الزيادة. وبتنتقل العصابة في العربية التانية اللي مستنياهم، وساعتها بيرجع فرانك لوحة الأرقام تاني قبل ما يسيب المكان، وبيرجع للبيت اللي بيكون عبارة عن فيلا معزولة على البحر. وأول حاجة بيعملها إنه بينظف العربية وبيغسلها كويس عشان يمحي أي أثر من عليها، وبيشيل لوحة الأرقام واللي بيبقى عنده كتير منها. وتاني يوم بيجيله المحقق تراكوني، وبيبقى معجب بالعربية بتاعته ومعجب أكتر باهتمامه وبنظافتها، فبيقول له إنها تستحق الاهتمام. ساعتها بيعرفه تراكوني إن في بنك اتسرق امبارح، والعصابة هربت في عربية شبه العربية بتاعته، وبيسأله إذا كان موجود في المدينة الأيام اللي فاتت. فبيعرفه فرانك إنه بيروح للمدينة باستمرار عشان يجيب الحاجات اللي ناقصاه. وساعتها بيشوف تراكوني الجراج، وبيبقى فرانك خايف إنه يفتشه، وبيحاول يتكلم معاه بشكل طبيعي، بس تراكوني بيتراجع وبيقول له إنه هيقابله مرة تانية عشان يشربوا القهوة سوا. وبعد شوية بيجيله شغل تاني لفرانك، فبيروح يقابل العملاء وبيسألهم عن وزن الحمولة وشكلها، وبيعرفوه ساعتها كل التفاصيل. وقبل ما الشخص يقول له على اسم المستلم بيوقفوا فرانك وبيفهموا القاعدة التانية، وهي إن مفيش أسماء، وده لأن فرانك محدش يعرف اسمه الحقيقي، ومش بيهتم يعرف اسم الناقل أو المستلم، واللي بيكون شيء مهم جدا للأمانة الشخصية. وتاني يوم بيكون فرانك مستجد، فبيجيله الناس اللي اتفقت معاه وبيحطوا الحمولة في شنطة العربية، وبيمشي بعدها في طريقه. بس فجأة واحدة من العجل بيحصل فيها مشكلة، فبينزل عشان يشوفها وبتكون محتاجة تتغير. ولما بيفتح شنطة العربية بيلاقي إن في حاجة جوه الشنطة بتتحرك، وبيعرف ساعتها إن الحمولة عبارة عن شخص مخطوف. بس فرانك ما بيتدخلش وبيكمل شغله، لأن القاعدة الثالثة هي إنه ما ينفعش يفتح الحمولة. وبعدها بيقف عند سوبر ماركت عشان يشتري شوية حاجات للطريق، بس فرانك بيقف مرة تانية، ورغم تردده بيقرر يفتح الشنطة، فبيلاقي بنت آسيوية مخطوفة وبتبقى خايفة منه جدا وفاكراه إنه هيقتلها. بس فرانك بيفتح جزء من اللزقة اللي على بقها عشان تقدر تشرب شوية من العصير اللي اشتراه. ولما بيكمل المشوار بتفضل البنت تخبط في شنطة العربية، فساعتها بيقف عشان يعرف هي عايزة ايه، وبتقوله انها محتاجة تقضي حاجتها. فبيخرجها بره العربية وبيلف حبله حوالين رقبتها عشان متهربش،
وكمان بيفك ايديها وبيعرفها ان قدامها دقيقة واحدة بس، وبتروح بسرعة ورا الشجرة عشان تقضي حاجتها. وبيبقى فرانك متضايق من نفسه لانه كسر القواعد، وبعد لحظات بينادي عليها لكن ما بتردش، فبيروح عشان يجيبها وبيتفاجئ ان الحبل مربوط بالشجرة وهربت منه خلاص. وبتفضل البنت تجري في الغابة لغاية ما بتقع في منحدر، وفي نفس الوقت بيلاحقها فرانك بأقصى سرعة، وكانت فاكرة إنها هتهرب، بس بتتفاجئ بفرانك واقف قصادها وبيعاتب نفسه ساعتها لأنه هو السبب، وبيشيلها عشان يطلع بيها للعربية، لكن بيتفاجئ باتنين من الشرطة الفرنسية قدامه، وأول ما بيتحركوا بيرمي البنت على واحدة منهم وبيشتبك معاهم عشان في الآخر يخلص عليهم بكل سهولة. وبيوصل بعدها فرانك لفيلة الشخص المستلم، وبيبقى اسمه دارين، ولما بيطلع الحمولة بيبان انه مكتف رجالة الشرطة جوه شنطة العربية. وبيبقى دارين معجب بأداء فرانك في الشغل وعايز يعرف اسمه، وبيقول له فرانك ان القاعدة التانية مفيش اسماء، فبيديله دارين بقية الحساب، وقبل ما يمشي بيسأله لو حابب يعمل اتفاق تاني. وبتكون المهمة عبارة عن نقل شنطة صغيرة وزنها كيلو، وبيعرفوا دارين انه فاكر القاعدة التانية ومش هيقول له هيبعتها لمين، وبيديله مقدم الحساب. وساعتها بيتحرك فرانك وبيقف شوية في سوبر ماركت عشان ياكل حاجة خفيفة وكمان يشتري حاجة يشربها. ولما بيرجع عشان يكمل مشواره فجأة بتنفجر العربية بشكل ضخم، وطبعا بيبقى عارف مين اللي عمل كده. وبننتقل لرجالة دارين وبنلاقي حد بيخبط عليهم، وفجأة بيقتحم فرانك المكان، وبيحصل ساعتها ضرب نار عنيف عليه، بس فرانك كالعادة بيقدر يتعامل في المواقف الصعبة وبيخلص عليهم. وبيسأل واحد منهم عن مكان دارين، وقبل ما يحاول يقتله بيخلص هو عليه. وفي نفس الوقت بتكون البنت المخطوفة جوه وبتحاول تستغل الموقف عشان تهرب، وقبل ما يخرج بيهجم عليه واحد ماسك فاس، فبيتعامل معاه، ولكن بيظهر واحد زيه ماسك فاس برضه، والاتنين بيعملوا عليه كماشة. ووقتها بيقوم قتال عنيف بينهم، وأي غلطة هتنهي على صاحبها، بس في الآخر بيقدر فرانك يسيطر عليهم. وبيروح بعدها للجراج وبيركب العربية المفتوفة، وأول ما بيشغلها بيمشي بيها بسرعة عشان يخرج من الفيلا. وأثناء هو ماشي في الطريق بيسمع صوت وبيتصدم لما بيلاقي البنت جنبه في العربية، فبيخرج بسرعة وهو متعصب وبيطلعها بره وبيسيبها متكتفة زي ما هي. بس بعد لحظات بيغير رأيه وهو شايفها بالشكل ده، وبيرجع تاني عشان يحطها في شنطة العربية. وبعد شوية بيوصلوا للبيت بتاعه وبيحضر لها حاجة سريعة عشان تاكلها، وبيسألها هي تبقى مين، فبتقول له إن اسمها لاي وبتبقى جاية من الصين. وبيكون ساعتها ندمان إنه اتورط في مشكلة مش بتاعته، وبيفك إيديها ورجليها عشان تقدر تاكل، وبيسيبها عشان ينام. فبتسأله إذا كانت ممكن تمشي، ساعتها بيعرفها إنها ممكن تمشي في أي وقت تحبه. وبعد ما بتاكل بتحاول تدور على أي حاجة عشان تعرف هو مين، لغاية ما بتلاقي كرتونة فيها صور وحاجات شخصية، وبتعرف ساعتها إنه كان ضابط مهم في الجيش، وبتفهم هو ليه حاول ينقذها. عشان كده بتقرر تبيت الليلة في البيت. وعلى الناحية التانية بيوصل دارين للمستشفى عشان يشوف الوحيد اللي نجا من رجالته، وبيسأله عن اللي عمل فيهم كده. وساعتها بيتصدم لما بيعرف إن فرانك لسه عايش وما ماتش في الانفجار، وبيتأكد إنه ما قالش حاجة للشرطة. وبعدها بيقرر يخلص عليه بنفسه. وتاني يوم بيصحى فرانك بيلاقي إن لاي لسه موجودة، وكمان محضره له قهوة وعامله له مخبوزات بإيديها، وبيبقى مش متعود إن حد يكون عايش معاه. وبعدها بيطلب منها تجيب اللبن من قدام الباب، ولما بتروح تجيب الإزازة بتتفاجئ بالمحقق تراكوني اللي بيبقى مستغرب وجودها، فبتقول له إنها الطباخة. وبيدخل بعدها لفرانك عشان يشربوا القهوة سوا، وبيدوق من المخبوزات بتاعت لاي، فبيقول له إنها طباخة شاطرة. لكنه بيفاجئ فرانك لما بيجيب له لوحة الأرقام بتاعت عربيته اللي انفجرت، وساعتها فرانك بيعرفه إنه كان في المدينة امبارح والعربية بتاعته اتسرقت. وبيستغرب تراكوني عشان ما بلغش عنها، فبيقول له إنه كان هيروح للقسم النهاردة، وبيسأله رجع البيت ازاي. ساعتها بتدخل لوي وبتعرفه ان هي اللي وصلته امبارح بعربيتها، ووقتها بيطلب من فرانك انه يشوف العربية، فبياخده للجراج وبيكون مستغرب ان طباخته معاها عربية مرسيدس، ومن حسن حظهم انه ما شافش الكسر اللي في وش العربية. وبيبلغوا تركوني قبل ما يمشي انهم لقوا جثة رجلين شرطة في شنطة العربية، وبيطلب منه يخترع قصة تانية غير سرقة العربية لما يجيله الاسم النهاردة. وعشان كده بيبقى فرانك متضايق من لوي لأنها السبب في كل اللي بيحصل، وقبل ظهورها في حياته كان عايش في هدوء وبدون مشاكل. وفجأة وهما بيتكلموا بيتضرب على البيت صاروخ من بره، وساعتها بيتكسر السقف والحيطان على دماغهم،
وفي نفس الوقت بيكون مجموعة معاهم أسلحة وبيبدأوا يضربوا النار على كل حتة في البيت، والرصاص بيبقى زي المطر لدرجة إن فرانك ما بيتحركش لا تصيبه رصاصة في أي لحظة. لكن فجأة الدنيا بتقف، وساعتها بيضربوا الصاروخ التاني على البيت، فبياخدها فرانك بسرعة وبينزلوا بالأسانسير تحت قبل ما الدور اللي هم فيه ينفجر بالكامل، وبيقدروا يفلتوا من الصاروخ في آخر لحظة، وبعدها بيطلب منها تنزل في بير المية اللي موجود في الدور الأرضي، لكنها بتكون مترددة في الوقت اللي بيضربوا فيه الصاروخ الثالث، وساعتها فرانك بيرميها في البير وبينزل وراها قبل ما البيت كله ينفجر وهم فيه. وبتبقى لوي مرعوبة من اللي هي فيه، وبيطلب منها فرانك تستناه لغاية ما يرجع، ولما بينزل تحت بيكون رابط أنبوبة أكسجين كبيرة وكمان أدوات للغوص، ووقتها بنعرف إن فرانك مجهز البيت كويس قوي للهروب تحت أي ظرف، وطبعا ده بسبب خطورة شغله. وبيفضل هو ولوي غاطسين في المية لغاية ما بيوصلوا لمكان تاني واللي بيكون برضو جوه بيت كبير، والمفاجأة إن البيت ده برضو هيبقى ملك فرانك، وبنكتشف قد إيه فرانك منظم جدا وعامل حساب كل خطوة بيقوم بيها. وتاني يوم بيكونوا في القسم وبيسألهم تركوني عن اللي حصل، وبيفهم من فرانك إنهم كانوا في الشاطئ مع بعض، ولما رجعوا بعد ساعات لقوا البيت كله محروق، وكالعادة مش بيقتنع بقصته وبيقول له مين اللي عايز يقتله، لكن فرانك بيراوغ بإن ممكن الناس دي غلطت في البيت، ووقتها بيعرفوا تركوني إن الناس اللي عندها السلطة والقوة دي عمرها ما تغلط أبدا. وساعتها بيدخل العسكري عشان عايز المحقق، ولما بيخرج تركوني بتروح لوي لجهاز الكمبيوتر وبتقول لفرانك إنها تبحث عن العربية المرسيدس بتاعة دارين، ولما بتكتب مواصفاتها بيطلع أكتر من حد عنده نفس العربية، وبتفضل تدور لغاية ما بتلاقي دارين وبياناته، فبتاخد منها نسخة في الوقت اللي بيرجع فيه تركوني وبيلاقيهم قاعدين مكانهم عادي. ولما بيخرج من الاسم بيقول لهم تركوني إنه يعرف فندق يقدروا يقعدوا فيه بدل بيتهم، لكن فرانك بيشكره وبيعرفوا إنه هيتصرف. وبتبقى لوي عايزة تروح تعرف كل حاجة عن دارين، لكن فرانك بيقول لها تروح لوحدها، وبتستغرب إنه مش عايز يعرف الشخص اللي دمر بيته، ووقتها بيتعصب عليها وبيقول لها إنه مش عايز يعرف إيه اللي اتورطت فيه مع الشخص ده، وبينصحها تبدأ من جديد لأنه فاكر إنهم ماتوا. وساعتها بتقول له لوي الحقيقة بإن في 400 شخص في حاوية هيوصلوا على سفينة بحرية النهاردة، منهم أبوها وإخواتها، وكلهم هيتوزعوا زي العبيد، ودارين هو اللي عارف رقم الحاوية. وبيعرف فرانك إنها عملت كل الأكاذيب دي عشان تستغله، لكنها محتاجاه لأنها حبته بعد ما ساعدها من غير حتى ما يعرف هي مين. والمفاجأة إن تركوني قدر يعرف بسهولة لوي كانت بتبحث عن إيه في الكمبيوتر. وبنروح لدارين اللي بيكون وصل لمقر شركته، وأول ما بيدخل لمكتبه بيتفاجئ بلوي وفرانك اللي بيهددوه بالمسدس لو عمل أي حاجة. وبتبدأ لوي تدور في الملفات عن السفينة اللي هتنقل الناس من آسيا، وساعتها بيسألوا فرانك ليه عايز يقتله، فبيعرفوا إنه كذب عليه بعد ما فتح الحمولة اللي اداهاله وعرف اللي جواها رغم إن دي القواعد اللي ماشي عليها. وبيفهم فرانك إن دارين بيقوم بتهريب الناس من آسيا وبيتاجر فيهم، ومع ذلك لوي مش بتلاقي أي معلومة، فبيديلها المسدس عشان يدور هو. وساعتها بيقول له دارين إن لوي بتكذب عليك في موضوع تهريب الناس، وإن أبوها جاي دلوقتي وهتتأكد بنفسك. فبتتفاجئ فرانك لأن لوي قالت عكس كده، وبتفهمه إنها كذبت عليه لكن تهريب الناس حقيقي، وبتهدده لو اتدخل، وبعدها بتصوب المسدس ناحية دارين، وبيبقى قدامه 10 ثواني عشان يقول لها معلومات السفينة وإلا هتقتله، لكن دارين مش بيهتم بتهديدها وبيضحك عليها. وفي اللحظة دي بيدخل أبوها فعلا، وبتبقى لوي متضايقة جدا منه بسبب شغله المشبوه، فبيقول لها إنه مش عارف هي بتجيب الأفكار دي منين، وإنه لازم تحب أبوها زي ما بيحبها. وساعتها بتترجاه إنه يسيب اللي هو بيعمله، فبيعرفها إنه مضحوك عليها، وبياخد مسدس عشان يصوبه ناحية فرانك، وبيفهمه إنه عايش دور البطل لكن الدور ده هينتهي. وأول ما بيخلي لوي تسيب المسدس بيؤمر رجالته يقتلوه، لكن فجأة بتبلغ السكرتيرة دارين إن الشرطة وصلت، وبعدها بيدخل واحد من رجالته عشان يثبت فرانك، وبيعرفوا وقتها دارين إن السفينة هتوصل قريب، وبيضربوا بالمسدس على راسه. ولما بيفوق فرانك بيلاقي نفسه في الحبس، وساعتها
وساعتها بنكتشف إن تركوني عارف فرانك كويس وإنه كان ضابط محترم في الجيش قبل ما يتقاعد في فرنسا، وكمان عارف إنه رجع الفترة الأخيرة يشتغل في أعمال غير قانونية لكن ما عندوش دليل قوي يدينه. عشان كده لما بيقول له عن جرايم دارين وشريكه بيبقى مصدقه، لكن برضه ليهم نفوذ قوي وأعمالهم تعتبر مشروعة، وبيوعدوا إنه هيحقق في الموضوع. فبيعرفوا فرانك إنه على ما يحقق يكون الناس اتهربت واتباعت كمان، عشان كده بيعرض عليه يثبت الجريمة عليهم بنفسه بس لازم يكون بره. وطبعا تركوني بيبقى مدرك خطورة خطوة زي دي، بس فجأة بيخرج فرانك من الحبس وهو ماسك المسدس على تركوني وبيهدد الضباط إن لو حد قرب هيقتله فورا. وبعدها بيهرب بالعربية بسرعة بس بيقف قدام صيدلية عشان يشتري سماعة طبية، وبيكمل فرانك طريقه بأقصى سرعة لغاية ما بيوصل لمكان فيه مركب بتاعته. وساعتها بيخرج تركوني من الشنطة بعد ما قاموا بالمسرحية سوا، وبيقول له تركوني إن الأفضل يروح معاه، لكن فرانك بيقول له إنه لوحده هيكون أحسن. ولما بيعرض عليه ياخد المسدس بتاعه بيطمنه فرانك بصندوق الأسلحة اللي معاه، وبعدها بيمشي بالمركب على أمل إنه يلحق الموقف في الوقت المناسب. وبيوصل فرانك أخيرا للمينا اللي دارين هيشحن منها الناس اللي هربانة من آسيا، وساعتها بيلبس السماعة الطبية اللي اشتراها عشان يقدر يكشف عن الكونتينر اللي فيه الناس من غير ما يعمل صوت، لكن مش بيوصل لحاجة. وفي نفس الوقت ده دارين بيدي للراجل بتاعه وثائق الشحنة وبيقول له إنه هيبقى وراه لو حصل أي مشكلة. وبتكون لوي موجودة في المكتب مع الحراس، فبيدخل أبوها عشان يعرفها إنهم خلاص هيتحركوا، لكن لوي بتكون حزينة جدا وفي نفس الوقت مش قادرة تبلغ عنه. ولما أبوها بيقرر ياخدها غصب عنها بتعرفه إنه بيكرهه، فبيضربها وبيقول لها إنه هيفضل أبوها، وبياخدها الحراس عشان يتحركوا. وساعتها فرانك بيتعرض له هجوم من واحد من الحراس فبيقتله، ووقتها بيعرفه إنه موجود وبيقدر يصيب كمان 2 تانيين قبل ما يهجم عليه دارين بقوة. وبيبقى واضح إنه متدرب كويس ومش مجرد مهرب عادي، وبيطلب من رجالته يجيبوه حي عشان يعرف مين اللي وراه. وبيبدأ الحراس يهجموا عليه من كل ناحية، بس بيقدر فرانك يتصدى ليهم بسرعة وكفاءة عالية عشان يعلمهم درس في فنون القتال الحقيقي. وقبل ما يحاولوا يقفلوا عليه الكونتينر بيفلت منهم وبيطلع لأعلى نقطة عشان يشوف الشحنات اللي بتتحرك، وساعتها بيجري بأقصى سرعة عشان يلحقهم قبل ما تهرب. وبيقدر بالعافية يتشعلق في الكونتينر واللي بيكون ماشي على الطريق، ولما بيشوفوا السواق بيروح لجنب الطريق عشان يخبطه، وبيفلت أول مرة لكن التانية ما بيقدرش، وبيضطر ينط منه على أتوبيس بيتحرك لغاية ما بيوقف الأتوبيس في المحطة. وأول ما بينزل منه بيلاقي 2 من رجال دارين في وشه، فبيشتبك معاهم وبيقدر يكتف ال2 في بعض بالتيشيرت بتاعه. ولكن رجال دارين بتزيد أكتر وأكتر ومش بيبقى فيه مخرج، فبيدخل جوه الأتوبيس، فبيدخلوا وراه عشان يحصروه. وبيبدأ وقتها اقتال شرس بينهم، واللي بيكون كالعادة في صالح فرانك لأنه بيبقى متدرب بشكل محترف وبيستخدم لياقته بكل ذكاء، بس برضه بيبقوا مصممين إنهم يسيطروا عليه. والمرة دي بيطلع سكينة صغيرة من رجليه وبيبدأ يعلم عليهم واحد ورا التاني لغاية ما بيقدر يعجزهم كلهم، وبيقفل عليهم الأتوبيس. ولكن أول ما بيخرج من المكان بيقابله الحارس الشخصي بتاع دارين، واللي بيكون ضخم وقوي جدا، وساعتها بيهجم عليه بعنف، لكن فرانك بيستغل نقطة ضعفه وبيقدر يتعامل معاه. وبيرجعوا يشتبكوا مرة تانية وبيقدر الحارس إنه يسيطر عليه. والمشكلة إن رجالة تانية وصلوا للمحطة وبيشتبكوا مع فرانك في وضع صعب، عشان كده بيضلق جيركن زيت العربيات على الأرض وبيبقى كل مش قادر يقف، فساعتها بيوقع نفسه هو كمان على الأرض عشان يخلص من الحارس. وكمان بيروح يدلق زيت زيادة على جسمه عشان الموضوع يبقى أصعب. ولما بيحاولوا يمسكوه بيتزحلق من إيديهم بسبب الزيت، وبعدها بيتزحلق وهو بيتخانق معاهم لغاية ما بيروح للطرف، فبياخد ساعتها العجلة عشان يكسر البدال بتاعها ويركبه في رجليه. وهنا بيبقى فرانك قادر يتحرك بسهولة عكسهم، ولما بيهجم عليهم بيقدر يضربهم واحد ورا التاني من غير ما حد قادر حتى يلمسه. وفي الوقت ده بيدخل رجالة تانية وبيضربوا عليه النار في نفس الوقت اللي بيتزحلق فيه بسرعة، وبياخد الحارس الضخم ساتر ليه من الرصاص وبينط بعدها في المية، لكن بيفضلوا يضربوا عليه النار حتى وهو تحت. وبياخد برميل من البترول وبيرميه في المية عشان يضربوا فيه النار وينفجر فيه وهو غطسان تحت.
بس فرانك بيقدر يعوم وينقذ نفسه وبيرجع تاني للمحطة عشان ياخد أي سلاح موجود، وبعدها بيطير بالعربية اللي عرف ياخدها من المحطة عشان يلحق دارين، لكن العربية الصغيرة دي مش بتستحمل وبتتعطل في الطريق، وبيشوف وقتها طيارة شراعية في الجو، فبيفضل يجري ناحيتها بدون تعب عشان يعرف هي هتقف فين ويقدر يستخدمها، وفعلا بيروح لصاحبها وبيهدده بالمسدس عشان ياخد بيها جولة، وبيطيروا هما الاتنين بيها وبيقدروا يوصلوا لدارين على الطريق بكل سهولة، والكل بيبقى مستغرب من اللي بيحصل. وساعتها بيدي فرانك رقم تليفون تركوني للطيارة عشان يتصل بيه، وبينط بعدها من الطيارة بالباراشوت عشان ينتقم من دارين وينقذ لاي. وأول ما بينزل على الكونتينر بيفك الباراشوت فبيطير على العربية اللي وراه وبيفقد السواق السيطرة، وبتخبط فيها عربية ثانية وبيحصل انفجار ضخم وبتبقى بس عربية دارين، وبيروح بعدها يضرب السواق عشان ياخد مكانه، ولما بيضربه مرة تانية ساعتها السواق بيتشعلق في باب العربية وبيقع بيه، وبيكمل فرانك سياقة الكونتينر وبيحاول بعدها يزنق على عربية دارين عشان يعطله على قد ما يقدر، فبياخد دارين السلاح وبيفضل يضرب عليه النار فبتنكسر مراية العربية، وبياخد فرانك